الرياضه تربيه قبل الممارسه، لذلك اللقطات اللي زي دي لازم تنال اهتمام ضخم جدا 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 من الانديه الكبيره والعملاقه اللي زي نادي الزمالك، لانها لما تنال الاهتمام، انا لو من مجلس اداره الزمالك، او بلاش اقول انا لو من مجلس اداره الزمالك، انا اناشد مجلس اداره الزمالك واناشد كابتن حسين لبيب بالاعلان عن تكريم ياسين البحيري لاعب نادي نهضه بركان. اللاعب ده عمل موقف في هذه المباراه اظهر فيه كل معاني الانسانيه المحترمه في هذا المشهد. اتكلمنا امبارح عنه باي ذا واي كده، قلنا من اللقطات الحلوه في المباراه، لكن خلاص لما اتكلمنا في الفنيات والفرحه والفوز واللقب وكل الكلام ده، في حاجات لازم نسترجعها. بص على اللقطه دي من اولها وهي بتتحرك. بص دونجا كان نازل ياخد غدر ممكن يخلص عليه. بص دونجا نفسه قام عمل ايه؟ دونجا نفسه قام بص ده كان ظهره هيتقطم، راسه هتتكسر، دراعه، بالراحه يا جماعه بالراحه يا جماعه، دراعه هيتكسر، لكن دونجا نفسه قام وحضن ياسين البحيري لان هو عارف انه انقذه من اصابه قد تكون عنيفه جدا. لكن اللقطه دي انا بأناشد كابتن حسين لبيب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك بالاعلان عن تكريم هذا اللاعب ياسين البحيري، اللي انا بوجه له كل الشكر والتقدير على انه يعني طبق وزرع مثال احنا بنحتذي بيه اهو، رغم خساره فرقته، رغم خساره اللقب، الا انه ابرز لقطه في هذه المباراه هي اللقطه دي. فكل الشكر لياسين البحيري يعني، وكل المناشده للكابتن حسين لبيب باحضاره وتكريمه، ويعني وضع هذه اللقطه تبقى هي صوره 2024. يعني ارجو من كل وسائل الاعلام ان تجعل هذه اللقطه هي صوره سنه 2024. وعلى فكره عشان كده المواقع كلها اعتبرت ان هذه اللقطه قد تنافس على جوائز عالميه. عايز اعرض لك صوره حلوه قوي هتعجبك جدا، مش عارف خدت بالك منها النهارده ولا. عرضوا لنا الصوره يا جماعه عشان دي في رايي يعني لقطه المباراه النهارده جميله جمال. هاتوا لنا يا جماعه الصوره هنا قدامنا. دي ياسين البحيري لاعب نهضه بركان بينقذ دونجا في كره مشتركه، نازل على راسه وبيشيله وبيمسكه قبل ما يقع على راسه، وفضل ينزله يعني في اللايف، فضل ينزله لحد ما نزل بالراحه. هقول لك على لقطه تاني بتوازي دي من الشخص المحترم ده. بجد ياسين البحيري لاعب نهضه بركان بجد. البني ادم ده بني ادم نضيف قوي قوي، وحد فعلا يتقدر. اللقطه اللي حصل فيها المشكله لما سيف الجزيري وقع وزيزو الولد خد طرد اللي هو الباك ليفت، اللعيب ده خد اللعيب اللي ضرب سيف الجزيري وهو واقع وقال له اعتذر له. برضه دي لقطه تانية. الله، ما خدش بالي منها بصراحه. دي لقطه تانية وبانت جدا في اللايف. هايل يعني هايل. بني ادم فعلا بني ادم. بص صعبه في المجهود البدني كمان انت تعمله، صعب انك تمسكه المسكه دي وتلحق، انت فعلا انقذته يعني. خد بالك انا باكد على كلامك. اللقطه الثانيه يعني لقطتين في جيم ولقطتين في جيم بطوله من نفس اللاعب، وفي ضغط وانت بتخسر كمان، ده فرقتك خسرانه وكل حاجه بقى صعبه. انت جمهور 80,000 ولا 70,000 والبطوله بتروح منك، والبطوله بتخسرها، والخصم المنافس ليك ولعيب بيطرد منك، وواحد بيقع على دماغه ممكن لا قدر الله يجرى له حاجه، لان الوقعه صعبه جدا جدا. فاللعيب ده لعيب محترم، حلو والله، لعيب على دماغنا كلنا وله تقديره. بالمناسبه بقى كمان، بالمناسبه يعني ما اعرفش يعني بالمناسبه، لا ثواني يا جماعه قبل ما تجيبوا اللقطه الثانيه، الصوره دي انا بشكر السيد المصور اللي انا ما اعرفش بصراحه مين اللي صورها، بس انا بشكره عموما عشان دي لقطه كمان ذكيه جدا وفيها شطاره مش طبيعيه. يعني في حاجات كده بحب اشكر فيها. يعني الصوره دي يعني تخيل مصور قاعد صاحي بيلقطها في اللقطه دي بالظبط 10 على 10. ده فنان مش مصور. خطيره بالظبط كده، خطيره يعني. بشكره شكرا جزيلا لحد ما نعرف حتى مين زميلنا المصور الرائع اللي عمل كده، ونشكره كمان بكره بالاسم يعني. هاتوا لنا اللقطه اللي بيتكلم فيها الكابتن طارق، جابوا لنا اللقطه اللي انتوا بتقولوا عليها بتاعه الاعتذار. طب كويس يا عم، بنأكد اهو الكلام. لقطه برضو اكيد عظيمه جدا. جاهزه يا شباب؟ اهي دي اللقطه. هو بص جايب اللعيب اللي هو داس على رجل زيزو وبيقول له حقك عليا. يا سلام. فده الجمال وده المتعه منه هو برضو البحيري. فبجد حد جميل، حد جميل جدا. عايز